السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. معكم الدكتور مريم من قناة سول الطبيبة مع مريم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول موضوع النفاس. فأكيد كل سيدة حامل ستصل إلى مرحلة الولادة، وبعد الولادة تسمى نفساء. فهنا سنتكلم عن 15 نصيحة للتعامل مع فترة النفاس. فهناك أخطاء عديدة تقومين بها في فترة النفاس تنعكس عليك سلبا، لذلك جئتك بهذا الفيديو لكي تتخلصي من هذه الأخطاء وتمر فترة النفاس على أحسن الأحوال. سنتكلم عن كم يوم تبقى الأم في المستشفى بعد الولادة، عن نصائح لتمر فترة النفاس بسلام، وأعراض حمى النفاس. فأكيد أغلبكم يعلم المشكل الذي قد يقع في فترة النفاس، وهو حمى النفاس وما هي آثارها. لذلك سنتعرف في هذا الفيديو عن كل هذه الأشياء، فابقي معي إلى الأخير. وإذا كانت هذه أول زيارة للقناة لا تنسي الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. فأول سؤال سنجيب عنه وهو كم يبقى أو كم تبقى الأم في المستشفى بعد الولادة. فالسيدة تحتاج إلى المكوث في المستشفى ليلة واحدة بعد الولادة الطبيعية، أو ليلتين إن رأى الطبيب حاجة لذلك، بينما قد تحتاج للمكوث 3 أيام أو أكثر إذا كانت الولادة قيصرية، وذلك بناء على صحة السيدة وقدرتها على العناية بنفسها وبصغيرها. فينبغي في فترة النفاس العناية الصحية بالجسد وبالجرح، سواء في الولادة الطبيعية أو القيصرية، وبالتغذية الجيدة كذلك بممارسة بعض الأنشطة الخفيفة. من المهم أيضا وجود الأهل والأصدقاء حول السيدة والعناية بها نفسيا وعاطفيا لتجنب حدوث اكتئاب ما بعد الولادة أو للتعافي منه إن حدث. نمر الآن لماذا يجب عليك فعله في هذه الفترة الحساسة. أولا، أهم شيء والذي يجب أن تضعيه في رأسك جيدا: الراحة هي الأساس. نامي قدر المستطاع مع صغيرك، أو قومي بالطلب من أهلك أن يعتنوا به، وتمتعي ببعض النوم، لأن النوم من العوامل التي تساعد في تمام شفائك ومرور فترة النفاس بشكل جيد. ثاني شيء وهو يجب أن لا تتسرعي في ممارسة الرياضة، خاصة لو كنت معتادة عليها، بل يجب الانتظار حتى مرور 6 أشهر على الولادة. هنا إذا كانت الولادة قيصرية 6 أشهر، وإذا كانت الولادة الطبيعية 3 أشهر. يمكنك ممارسة المشي فقط بعد مرور 2 على الولادة الطبيعية و3 أسابيع على الولادة القيصرية، بشرط أن لا تزيد المرة عن ربع ساعة إلى ثلث ساعة فقط. هذا بالنسبة للمشي. ثالث شيء وهو يجب أن تمتنعي عن العلاقة الحميمية قبل انتهاء النفاس تماما، وكذلك بعد التئام الجرح واستعادة صحتك النفسية. هذا لا يعني أن لا تناما معا وأن تنامي في أحضان زوجك أو تتبادلان القبل، فكل هذا له أثر بالغ على صحتك وصحة زوجك العاطفية. كذلك لا تستهيني بفكرة اكتئاب ما بعد الولادة، ومع ذلك فمن الوارد أن تشعري بتقلب المزاج بعد الولادة بسبب التعب والإرهاق وعدم الاستقرار أو عدم استقرار الهرمونات وتوازنها. لذلك إن شعرت بعدم الرغبة في حمل طفلك أو إرضاعه، وتودين البكاء باستمرار والجلوس وحدك، ولا تحبين وجود زوجك أو أهلك معك، فمن المهم استشارة الطبيب فورا، فهنا تكون الحالة خطيرة بعد الشيء، خصوصا على طفلك. خامس شيء وهو أمر جيد كذلك، وهو يجب أن تنتبهي لصحتك ولا تتعرضي لتيارات الهواء الباردة، خاصة بعد الاستحمام اليومي. فالاستحمام أكيد أنت مسموحة بالاستحمام من أول يوم بعد الولادة، لذلك يجب الانتباه لتيارات الهواء الباردة، فجسمك كامل مفكك، يعني قد تشعرين بأن عظامك مفككة وغير ذلك. لذلك يجب الانتباه لهذا الأمر لكي لا تلتقطي الهواء البارد أو التيار البارد وينعكس هذا عليك سلبا. لا تحملي أشياء ثقيلة أو تدفعيها أبدا، ولا تقومي بأعمال المنزلية حتى الروتينية قبل مرور أسبوع على الولادة الطبيعية و2 على الولادة القيصرية. قومي بطلب المساعدة مثلا من زوجك وأهلك أو من سيدة عاملة مقابل أجر مادي.
كذلك تناولي الأطعمة الصحية وأكثري من الخضروات والفواكه والألبان والبروتينات والحبوب، وقللي من الدهون والسكريات. تناولي الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف تجنبا لحدوث الإمساك، فالإمساك هو أمر شائع في الولادة بعد الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية، فيجب تجنبه لكي تمنعي تمزق جرح الولادة الطبيعية أو الألم في جرح الولادة القيصرية. كذلك امتنعي عن الأطعمة عالية الملوحة والحارة والدسمة قدر المستطاع. أكثري من تناول الماء والسوائل الدافئة أو العصائر الطبيعية، ولتكن قليلة التحلية. لا تسرفي في تناول الحلاوة والمفتقة كما يقول إخواننا الشرق، لأنها مضرة للبن، فالأطعمة الصحية أفضل. انتبهي لجرح العملية ونظافتها يوميا. قومي بتنظيف، مثلا إذا كان جرح الولادة الطبيعية فقومي بتنظيفه يوميا مع أخذ فوطة وتنشيفه، يجب أن يكون جاف، ثم قومي بوضع الدواء الذي يساعد على التئام الجرح بشكل سريع، وقومي بتغيير الأرفوة الصحية باستمرار، ويجب أن تكون فوط صحية ناعمة حتى لا تسبب الالتهاب. واختاري الأنواع الطويلة السميكة خاصة بعد الولادة مباشرة، لأن النزيف قد يكون قويا بعد الشيء. كما قلت، قومي بتغيير الفوط باستمرار كل ساعتين على الأكثر، وانتبهي لنظافة منطقة الفرج جيدا بالماء الدافئ والصابون مع تجفيفها جيدا. ومن المفترض أن تكون قد قمت بإزالة شعر تلك المنطقة قبل الولادة، فالشعر أكيد كما نعلم فهو يقوم بتجميع الجراثيم والميكروبات، فنحن لا نريد هذا الأمر. يجب أن تقومي بحلق هذه المنطقة قبل الولادة مباشرة. سنتكلم الآن عن الموضوع المهم وهو حمى النفاس. انتبهي لأي أعراض غير طبيعية حتى تقين نفسك من حمى النفاس، والتي تختلف أسبابها بين النظافة الشخصية ونظافة أدوات العملية أو عدم تنظيف الرحم من المشيمة جيدا. وأعراضها هي ارتفاع في درجة حرارة، أي تجدين بأن لديك درجة حرارة فوق 38 درجة، قشعريرة دائمة، سرعة في نبضات القلب، صداع وشعور مستمر بالإعياء، احتقان حاد في الحوض، شعور بألم شديد في ومنطقة الجرح، صعوبة في التبول. في الحالات الحادة قد تؤدي حمى النفاس إلى الإصابة بالتهابات المثانة والكلى والمهبل والرحم، قلة الحليب في الثدي، وقد يحدث التهابات في الثدي كذلك، الشعور بالغثيان، ظهور طفح جلدي أو حكة مستمرة، وأهم شيء بأن هناك إفرازات ذات رائحة كريهة جدا. هنا نقول بأنك مصابة بحمى النفاس. وهل تعلمين بأن حمى النفاس تحتاج لرعاية طبية مستعجلة؟ يجب الذهاب للمستشفى والمكوث في المستشفى وأخذ الدواء اللازم، لأنها تعتبر حالة خطيرة للمرأة النفساء. لذلك يجب الانتباه لكل هذه الأعراض التي ذكرت، وبالخصوص ارتفاع درجة الحرارة وإفرازات ذات رائحة كريهة، فهي أول مؤشرين لحمى النفاس. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.